ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده فيديو جديد وتكملة لفيديوهات اول الشهر ومشتريات اول الشهر والميزانية. فالنهارده هتشوفوا معايا ميزانية لحوم وفراخ وسمك وكمان مجمدات للفريزر. فتابعي بقى معايا الفيديو الاخر، هتشوفي معايا ميزانية كتابية لمحبي بقى الميزانية الكتابية وتكون اوضح ليكوا. وكمان هقولك بقى على كل الحاجات اللي جبتها بجانب شوية المجمدات اللي انتوا شايفينهم دول. فاول حاجه ما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو وتشتركي في قناتي لو اول مره تشوفيني. فعلي الجرس على اشعار الكل، هيوصلك اشعارات بكل فيديوهاتي الجديده. تعالوا بقى نسمي الله كده ونبدا باول حاجه، وهي باقي خزين الفريزر. شفتوا معايا الفيديو اللي فات كل حاجة الفريزر والتلاجة والأساسيات اللي هي بتكون عندي وميزانية الفطار والعشاء. ودي كده تكملة ليها النهاردة، بس شاملة بقى حاجة الفريزر وحاجة كمان وجبة الغدا. فكان عندي بقى عيش اللي هو براداوي ده، اللي هو العيش القمح الكامل. الباكت ده 5 قطع ب32 جنيه، في المقاس الأكبر منه شوية ب42 جنيه. وده عشان يكون من باب كده التنوع والتغيير في المشتريات اللي بجيبها حتى للأكل اللي هو الصحي، يكون فيه تنوع، لأن الجو صعب جدا ومش قادرة ان انا اشغل الفرن واعمل حاجات في البيت. تاني حاجة جبتها كيس البطاطس اللي هو ال2 كيلو ونص بطاطس الفارم. النوعية دي كان أول مرة أجربها، لقيتها موجودة في فتح الله وعليها عرض حلو جدا. ال2 كيلو ونص ب120 جنيه. كلنا عارفين دلوقتي ان أسعار البطاطس اللي هي الفريش العادية الكيلو وصل ل15 جنيه، بيتراوح سعره ما بين 13 ل15. فبرضو البطاطس سعرها غالي، وعشان اجيب مثلا 10 كيلو بطاطس او 7 كيلو بطاطس بنفس تمن كيس البطاطس الفارم، فقلت بقى هعمل بطاطس فارم في البيت. فجبت تقريبا كان 7 كيلو او 8 كيلو، برضو كمية كبيرة. تخيلي بقى قشرتها كلها وقطعتها وغسلتها، وبدأت ان انا اخدها نص قلية واسيبها لحد ما تبرد واجمدها في الفريزر وابدا ان انا املاها في اكياس. فلقيتهم طلعوا كميه صغيره جدا، انما البطاطس الفارم الجاهزه حقيقي الكيس بيكون 2 كيلو ونص كده بس فيه البركه. فجبت كده كيس البطاطس، وجبت كمان يا بنات كيس اصابع الموتزاريلا من شركة ميلكي. وأول مرة أشوف الباكت اللي هو كيلو على بعضه، دايما كان بيكون كده الباكت اللي هو 400 جرام أو 500 جرام. فده كده باكت كيلو على بعضه. أصابع موتزاريلا متبلة كده واخدة كفر كده للقلي على طول مباشر. فالكيلو ده كان ب140 جنيه أو ب142 جنيه، وأوقات كمان بيكون عليه عرض بيوصل ل120 جنيه. فجبته برضو من عند فتح الله. وشركة ميلكي دي من شركات فتح الله. نيجي بقى المنتجات سمارت وضيف جديد كده ايه، يعني نجربه معانا زي ما جربت كده منتجات ولعتين وقلت لكم رأيي فيها. جربت منتجات حلواني برضو بكل مشتقاتها وقلت لكم رأيي فيها. جربت منتجات شيكيتيتا او شيكيتيتا ثم بتنطقوها. فالنهاردة هنجرب منتجات سمارت. وطبعا منتجات سمارت انا اشتريتها من حوالي 3 سنين، كنت طالعة مصيف، فكنت شارية الباكيتات الجاهزة دي من شركة سمارت، بس هي مش متوفرة قوي في دمنهور. فلما لقيتها بقى قلت خلاص هجيب منها كده شوية منتجات. زي ما شفتوا معايا اول حاجة كان باكت كده حلقات البصل. الباكت كيلو على بعضه ب110 جنيه. فحلو جدا وينفع بقى معاكي مع السندوتشات اللي احنا ايه بنعملها بقى في البيت، اللي هي السندوتشات الكومبو الكبيرة دي، سواء بقى برجر او فراخ. عايزة تعملي مثلا مع سندوتشات البطاطس المحمرة. فالمهم طعمه حلو جدا. والحلقات زي ما شفتوا معايا مفيش فيها كده حاجة مكسرة ولا اي حاجة. جبت كمان من نفس الشركة اللي هو البوب كورن التشيكن، يعني برضو بيكون فيه حشوة بقى جبنة شيدر وفيه كمان تقريبا بيف. يعني بيكون فيه كرات كده فراخ وفيها حشوة حلوة جدا. كنت جايباها قبل كده زي ما قلت لكم من 3 سنين، بس كانت الكرات دي كانت مقاسها كان صغير شوية. فهم مكبرين بقى كده مقاس الكور. والكيلو انا شايفه ان الكيلو كيلو كده موزون، يعني وزن صافي، فكميه كبيره مش صغيره. وكمان في حاجه تانية، ان المنتجات كلها تحسوا ان هي الكفر او الغلاف اللي عليها مش مفرول بقى ومش مالي كده الكيس الكريسبي كده كله واقع من على الفراخ. لا، الكفر متماسك وحلو جدا. فدي كده تاني حاجه جبتها، وهي الكوردون بلو، من الحاجات برضو الحلوة اللي جربتها من عندهم قبل كده وعجبتني جدا. هجرب برضو المنتجات تاني بعد مرور 3 سنين وهقول لكم رأيي فيها بمنتهى الأمانة. فزي ما انتوا شايفين معايا برضو كيس الكوردون بلو، يعني الكيس كبير كده وفيه قطع كتير. ممكن لو أسرة مكونة من 6 أفراد زي الأسرة عندي كده ان احنا ناكله على مرتين، سواء بقى مع سندوتشات او اعمله مثلا مع مكرونة، هيبقى حلو جدا. فالباكت بقى الكوردون بلو
او باكت البوب كوردن بلو الكيس منه ب185 جنيه، وفي بعض الاماكن بتبيعه ب200 جنيه. بس هي كانت عامله عرض يعني على المنتجات اللي عندها، لان انا جايباه من جروب كده بشتري منه، فكانت عامله عرض اي كيس فيهم ب185 جنيه. جبت كمان بقى الفراخ اللي هي السمارت الفراشات، او اللي هو اسمها فراخ زاكس حاجه زي كده يعني. فزي ما انتوا شايفين القطع ما شاء الله قطعه كبيره، والمفروض ان القطع دي قطع فراخ نساير مش فراخ مفرومه. فالباكت ده تقريبا فيه 6 قطع، 6 قطع عملاقين جدا يعني القطعة كبيرة قوي زي ما انتوا شايفين. وبرده الكفر كده محافظ كده على كل قوامه، مفيش بقى ايه الحاجات بقى المفتفتة الكتير قوي اللي بتكون في اكياس الناجتس او الحاجات الجاهزة. وفي كده هنا باين كده قطعة منه ان هو قطع فراخ. فجبت بقى كيس اللي هو الفراخ الفراشة، وجبت كمان من عندها من نفس الجروب جبت عيش بقى ريتش باك اللي هو القطعة الجامبو العملاقة. جبت برضو 6 قطع، ال6 قطع عيش كانوا ب45 جنيه. وجبت بقى كيس اللي هو الفراشات من سمارت الباكت كيلو كامل ب235 جنيه. فقلت بقى هعمل لهم حتة سندوتش عظمة. انتظروا برضو معايا التجربة واقول لكم رأيي فيها بكل امانة. فانتي لو رحتي جبتي سندوتش واحد بس اللي هو مثلا الفراخ اللي احنا هنعمله ده، معاه بقى حلقات البصل واصابع الجبنه الموتزاريلا والبطاطس الفارم، وجبتي كمان معاه مثلا اللي هي الكولا، هتلاقي نفسك بتصرفي في السندوتش الواحد بالحجم الجامبو العملاق السندوتش في حدود 200 225 بالاضافات اللي انا بقول لكم عليها. لان السندوتش العادي اللي هو الكلاسيك العادي بيكون في حدود 125 جنيه. انما عشان تعملي بقى سندوتش فيه مثلا تركي مدخن زي برضو اللي جبته اللي شفتوه معايا الفيديو اللي فات، وتحطي فيه مثلا سلامي، حلقات بقى بصل، اصابع جبنه موتزاريلا، اكيد السندوتش ده بيكون سندوتش كده جامبو عملاق كومبو يعني. فبيكون سعره غالي جدا. عشان اجيب 6 سندوتشات هيكلفوني مبلغ بتمن كل الحاجات اللي انا جبتها دي. يعني انا شاريه كل الحاجات دي بميزانيه 1000 جنيه. فالحاجات دي كلها ممكن تكون تمن وجبة واحدة سندوتشات، اللي هي بقى السندوتشات الكومبو دي السندوتش في حدود 200 جنيه 225. هلاقي نفسي بدفع مبلغ كبير، وفي الاول والاخر ده اسمه سندوتش واحد. انما الحاجات دي كلها انا هعمل السندوتش الواحد ده وهعمل جنبه حاجات تانية كتير جدا زي ما شفتوا معايا. فدي الفكرة من شوية المصنعات اللي انتوا شفتوها معايا المقطع اللي فات. تعالوا بقى اقول لكم على ميزانية اللحمة. وشفتوا معايا قبل كده المقطع ده لان انا كنت شارياه في مشتريات اخر الشهر، ليه عروض كانت اخر الشهر. وطبعا السيرة دي فتح فرع جديد وهايبر جامد جدا، فان شاء الله لو رحت وعرفت اصور هناك هصور لكم. فدايما بجيب اللحمة البرازيلي من عند السيرة دي. المصنعات عنده عامة كلها تحفة. وكمان سمعت ان الفرع الجديد فيه قسم للحوم البلدي، فلسه برضو ما رحتش اكتشفت المكان، لان يوم الافتتاح كان زحمة جدا جدا، وانا ما بحبش الفرهده والجو حر. فقلت خلي لما الدنيا تهدى كده ابقى اروح اشوف المكان واشتري منه مثلا ممكن ايه مشتريات اسبوعيه. انما الاوردر ده كنت طالباه اونلاين. فكنت جايبه 2 كيلو لحمه مفرومه برازيلي يعني مخصوص درجه اولى، تعتبر طعمها كطعم اللحمه البلدي حلوه جدا. الكيلو كان عليه عرض من 290 جنيه ل 260 جنيه، يعني الاتنين كيلو لحمه مفرومه ب520 جنيه. كنت جايبة كمان كيلو كفتة، برضو الكفتة عندهم ممتازة جدا. الكيلو برضو كان على عرض من 220 جنيه ل 200 جنيه الكيلو. فكنت جايبة بقى الكيلو على نصين، كل طبق كده نص كيلو. كمان انا بحدد له عدد كده اصابع الكفتة اللي انا عايزاها. يعني مثلا بقوله النص كيلو تقريبا بيكون 10 اصابع، فانا يعني محتاجة 12 كده قطعة. فبقول له عايزة الطبق يكون فيه 12 صباع كفتة، لو انت عايزة فيه مثلا 8، لو انت عايزة فيه 10، لو انت عايزة فيه مثلا 4 اصابع، زي ما انت عايزة بتطلبي. فالمهم جبت كمان كيلو كفتة. ودي كده كانت ميزانية اللحوم اللي انا كنت عايزاها. وده كده الريسيت طبعا اللي جالي. في حاجات كتير كان عليها عروض وخصومات زي ما انتوا شايفين. فكنت طالبة باقي بقى مشتريات اللي هتشوفوها معايا ان شاء الله الفيديو الجاي، اللي هي مشتريات البيت الاساسية. فدي كده بالنسبة لميزانية اللحوم. تكلفتها بالنسبة لي تقريبا كانت 700 جنيه. لو عايزة اجيب مثلا كمان عشان اكمل بقى الميزانية على بعضها، ممكن ان انا اشتري نص كيلو لحمة قطع اللي هو بقى من عند الجزار. النص كيلو مثلا هنقول ب200 جنيه او ب175 جنيه. فهيبقى معايا ميزانية لحوم حلوة جدا. وكمان انا نزلت لكم فيديو ازاي بعمل التفريزات، يعني بعمل كيلو اللحمة المفرومة 3 وجبات.
فبالنسبة لي 2 كيلو لحمة مفرومة هيبقى 6 وجبات لحمة، ومعاه كمان وجبتين كفتة، يعني معايا 8 وجبات لحمة من اللي هي اللحوم المفرومة. تعالوا بقى اقول لكم على ميزانية السمك. وزي ما انتم شايفين كده مكتوب على الباكت اللي هو جاي لي فيه 400 جنيه مع التوصيل، لان ده كان عرض 5 كيلو سمك بلطي بالتنظيف بالتوصيل ب400 جنيه، وكمان سمك بلطي الكيلو 3 سمكات. يعني انا جايبه ال5 كيلو تقريبا كانوا 14 سمكه او 15 سمكه. ففي سمك يعني في كام سمكيه كده كانوا وزنهم تقريبا السمكيه كانت نص كيلو، اللي هو الكيلو سمكتين. فشويت جزء منه، وجزء منه كمان خليته سمك تنظيف عشان اشيله في الفريزر. فزي ما انتوا شايفين السمك جالي متنضف. كان اول مرة اتعامل مع محل السمك ده، هو اسمه ابو ادم، حبايبي بقى اللي من دمنهور، هو موجود عند جامع سيدي عمر. فكان اول مرة اجيب منه، ولقيت كده بالصدفة برضو ظاهر لي ان هو عامل العرض الحلو ده، وناس كتير كانت بتشكر فيه. بس انا اتضايقت من حاجة لان كنت طالبة كيلو فسيخ كمان. كان عامل عرض على الفسيخ الكيلو 3 سمكات ب200 جنيه. فكنت قايله له عايزه كيلو فسيخ كمان، بس الاوردر جالي السمك بس من غير الفسيخ. عايزه اقول لكم ان انا اتضايقت جدا، اللي هو بقى كنت راسمه بقى وعامله حسابي ان انا هاكل اكله فسيخ، فالسمك جالي من غير الفسيخ. فالمهم كده حبايبي زي ما شفتوا معايا السمك بقى كان جاي كده متنضف، والسمك كمان كان مبطرخ. فهنا بقى كده ده بطروخ السمك، برضو نضف السمك وساب لي كده البطروخ، هحمره بقى كده وطعمه كان حلو جدا. فدي كده ميزانية السمك. وانتوا عارفين اصلا ان انا مش بحب السمك قد كده، ومن الحاجات كده اللي مش واخده حقها معايا، بس البنات عندي بتحب السمك. فجبت كده جزء مشوي اللي هو كنت هاكله بقى في نفس اليوم، لان اليوم ده كان طويل جدا وعملت فيه تفريزات. فكنت عايزة أكلة تكون سهلة وسريعة، والبنات طبعا ساعدوني في اليوم ده. فالمهم كده حبايبي جبت كده أكلة السمك الحلوة دي ب400 جنيه. كنت شارية برضو قبل كده من مكان ما في دمنهور، مش هرجع بقى أقول اسمه تاني لأن حصل موقف كده مش لطيف عنده، فقلت خلاص أنا مش هشتري سمك من عنده تاني. فالمهم يعني جبت من عند أبو آدم، وسمكه عجبني قوي، وان شاء الله ابقى اتعامل معاه كل كده شهر اجيب اكلة سمك حلوة من عنده، ناكل منها كده اول ما يجي السمك فريش، وباقي الكمية اشيلها كده تقسيمة حلوة في الفريزر. فهاخد بقى السمك ده وابدأ برضو ان انا اغسله، ونضفت بقى وعقمت المكان كده بالبخاخة اللي معايا عشان ما حدش يقول لي سمك وفراخ ولحمة، لا بعقم كده وانضف الدنيا. البخاخ اللي معايا ده فيه كلوركس جل قوي جدا، فبينضف ويضيع ريحة اي حاجة. تعالوا بقى حبايبي نشوف ميزانية الفراخ. وزي ما انتوا شايفين معايا جايبة كده 3 فرخات وزنهم 8 كيلو ونص ب600 جنيه، وجبت كمان 3 وراك، طبق 3 وراك ب105، ودفعت 20 جنيه توصيل. فالإجمالي كله كان 725 جنيه بالتوصيل. ال3 فرخات ال8 كيلو ونص دول ممكن انتي تطلبيهم فراخ 2 كيلو، يبقى الفراخ معاكي 4 فرخات. بس انا عشان بعمل تفريزات كوجبات فبحتاج ان انا اشتري فراخ يكون حجمها كبير. فالفرخة ما شاء الله كانت معدية ال2 كيلو ونص كمان، فكيلو الفراخ جايباه ب68 جنيه. برضو اسعار الفراخ تعتبر كويسة الايام دي، وبتغريني ان انا اشتري فراخ، رغم ان انا عندي لسه تفريزات فراخ في الفريزر، وعندي بط، وعندي كده حاجات حلوة لسه. بس قلت خلاص هي سعرها كويس، هجيب برضو طالما في مساحة عندي لسه، هجيب كده كام فرخة واعملهم تفريزات. انتظروا برضو معايا فيديو تقسيم كده الوجبات الحلوة دي وتفريزات الفراخ، ونشوف هعمل وجبات قد ايه من الكمية دي. فجبت هنا برضو كده بنات ميزانية الفراخ كانت ب700 جنيه او ب725 جنيه بالتوصيل. وفي الجو الحر ده يعني اي محل بيبيع اونلاين استفادي واشتري منه، خلي الحاجة تجيلك لحد البيت، لان حقيقي النزول في الحر فرهضة فرهضة. فال20 جنيه توصيل بجد بتريحني جدا من ان انا انزل مشوار وارجع البيت وانا يعني على اخري. فزي ما انتوا شايفين معايا بنات الفراخ ما شاء الله مقاسها كبير، وكمان بتجيلي نظيفة جدا. يعني هي كمان يعني الميزة فيها ان هي بتنضف الفراخ حلوة قوي، بتبعتلك الفراخ يعني ريحتها كويسة. وزي ما انتوا شايفين بقى مزوقاها بقى فلفل وجزر ونعناع، فالفراخ بيكون ريحتها كويسة. وبرضو محل ام احمد ده كده موجود في دمنهور قدام مستشفى كونكورد. فدي كده حبايبي كانت ميزانية اللحوم والفراخ والسمك وشوية المجمدات اللي انا جايبهم من الفريزر. دي كده حاجات اضافية انا شارياها
بدل ما اشتري الوجبات الجاهزة اللي سعرها اوفر جدا. في برضو وجبة جاهزة شارياها هنشوفها معايا في فيديو تاني، عشان حصل كده موقف كان طريف جدا، فان شاء الله كده انزل لكم الفيديوهات الجاية. المهم كده حبايبي بقى اللي بيحبوا الميزانية الكتابية، دي كده الميزانية، الحاجات اللي شفتوها معايا النهاردة في الفيديو كتبتها لكم كده. اول حاجة 5 كيلو سمك ب400 جنيه، 3 فرخات ومعاهم 3 وراك ب700 جنيه، 2 كيلو لحمة مفرومة برازيلي ب520 جنيه، كيلو كفتة ب200 جنيه. في كمان نص كيلو لحمة قطع، لو انت حابة اللحمة القطع هيبقى فيه نص كيلو ب200 جنيه، وممكن تزودي 60 جنيه على ال200 جنيه وتجيبي كيلو لحمة مفرومة برازيلي ب260 جنيه. هتعملي منه 3 وجبات، بدل مثلا اللي هي الوجبة الواحدة من اللحمة القطع اللي انت هتجيبيها كقطع يعني. نيجي بقى للحاجات التانية اللي هي مجمدات الفريزر. حاجات بقى الفريزر من اول كيلو صدور الفراشات سمارت لحد السوسيس، الحاجات دي كلفتني 1000 جنيه، هنقول 20 جنيه كمان، يعني 1020 جنيه بالتوصيل. في بقى الميزانية اللي قبلها اللي هي فيها بقى اللحمة والفراخ والسمك والحاجات اللي فوق دي، تكلفتها 2000 جنيه، يعني الإجمالي كده كله على بعضه 3000 جنيه ميزانية لحوم وفراخ وسمك ومجمدات في الفريزر. فبالنسبة لي ميزانية حلوة جدا، بما يعادل كل يوم 100 جنيه لوجبة الفطار. اوقات بعمل ميزانية ب2000 جنيه، والميزانية اللي فوق دي تكفيني وزيادة لأسرة مكونة من 6 أفراد. وتابعوا معايا الفيديوهات الجاية عشان تشوفوا معايا الميزانية بطريقة عملية. فدي كده برضو أسعار الحاجات المجمدات اللي جايباها من جروب المزاريطة، عشان برضو لو انت حابة تاخدي فكرة. لو انت عايزة ميزانية ال2000 جنيه هتلاقي كده السمك والفراخ واللحمة موجود معاكي ميزانية ال2000 جنيه. لو انت عايزة ميزانية ال3000 جنيه هتزودي شوية المجمدات. في طبعا أنواع كتير جدا من سمارت، في البرجر، في التشيكن برجر، في كذا حاجة تانية، بس أنا اخترت الحاجات اللي أنا عايزاها. والبرجر بقى الفراخ وبرجر اللحمة أنا هعملهم في البيت، يعني هعملهم بقى في فول صويا كده واظبطهم واعملهم في البيت. ودي كده حبايبي كده غدوة بقى السمك الحلوة اللي انقذتني في اليوم، يعني اللي كان مهلك جدا مع الحر كمان والفرهدة، فكان يوم صعب قوي. فعملت لهم بقى السمك المقلي الحلو ده، وعملت كمان البطارخ بقى حمرتها كده بدقيق ودقة، كان طعمها حلو جدا. وزي ما قلت لكم كنت شارية كمان سمك مشوي مع كولا بقى، وعملت سلطة بابا غنوج ورز ابيض وسلطة، وكانت اكلة حلوة جدا. ودي كده حبايبي كان فيديو النهاردة، يا رب الفيديو يكون عجبكم. ميزانية لحوم وفراخ وسمك ومجمدات شهر 8. ودي كده حبايبي كانت ميزانية حاجة التلاجة بقى والفريزر، فكل الحاجات دي كانت خاصة كده بالتلاجة ووجبة الفطار. وزي ما قلت لكم الفيديو اللي فات ان في حاجات خاصة بالتلاجة بتفضل معايا لمدة شهر واتنين وتلاتة، وفي حاجات خاصة بوجبة الفطار بتفضل معايا لمدة اسبوعين وبتخلص. وبعمل مشتريات تانية اللي هي مشتريات نص الشهر، الحاجات اللي بتنقص معايا هي اللي بجيبها. ودي كده حبايبي حاجات برضو خاصة بالفريزر، كمثلا سمبوسة بقى وجلاش وجبنة موتزاريلا. في كمان بقى انواع العيش اللي كنت جايباها، فبرضو دي حاجات كده خاصة بالفريزر. في برضو مجمدات الخضار زي الملوخية مثلا، وبحب اشتري بامية. فالمهم كده حبايبي لحد هنا كده دي مشتريات الفريزر والتلاجة والديب فريزر، ميزانية لحمة وفراخ وسمك ومجمدات. انتظروا بقى الفيديو الجاي ان شاء الله، هيكون فيديو مشتريات حاجة البيت الأساسية، واخر فيديو هيكون فيديو المنظفات. وكده بخلصت كده كل حاجة البيت. وده كده حبايبي كان فيديو النهاردة، اشوفكم على خير ومع الف سلامة.